السلام عليكم اخواتي المشاهدين. في الجزء الاول كان مجرد انسان خسران شغله، خسران حبيبته، خسران كل حاجة، لحد ما ظهر كائن غريب عايش جواه بيتكلم معاه. بقى نص من اللحظة ديت بيحاول انه يحافظ على نفسه، والنص التاني بيحاول يستولى عليه الكائن. وعشان ما نطولش عليك اكتر من كده في المقدمة، عايزك تجهز لي كوب محترم، لا كوب محترم من الشاي، ويلا بينا نبدأ الفيلم يا جدعان. بنشوف فيديو وهو بقى بيخلص عادته الجميلة مع فينوم ورايح عشان يقابل حبيبته في الشغل، وبيروح هناك ولكن بيمنعه صاحبه جيري. بيقول له انا لو دخلتك انا هنطرد من الشغلانه بتاعتي، وانا صراحه محتاج الشغلانه دي ضروره. بيتفهموا ايده وبيطلع، وفينوم كان عايز يخلص عليه ولكن بيلحقوا على اخر لحظه ايده وبيطلعه بره. وبيقول له فينوم يا عم طب ما كنت تقول لي انك عايز تطلع وانا اطلعك. لسه صاحبنا ايه ده هيقول له ان انا بخاف من المرتفعات، ولكن ده فينوم بياخد بعضه وبيروح على طول على اول البرج، ولسه هيقعد يستمخ في منظر العالم الجميل. ولكن مكبرات الصوت بتاعت الشرطه بقت من كل مكان، الاتنين بينفصلوا عن بعض، وايدي بيقع لتحت، ولكن بيلحقوا على اخر لحظه فينوم وبيدخله جوه من الشقه. فينوم بيقول له ما تيجي ننط لهم ونوري لهم احنا مين. بيقول له يا عم ايوه زي المره اللي عدت دلوقتي واحنا لسه واقعين، لا انا هنزل لهم في الاسانسير. بينزل لهم تحت وبيطلع الشرطه وهو رافع ايده، وبيقولوا له سلم نفسك بدون عنف ولا مجادله. ولكن هو بيقول لهم انا اصلا ما عملتش حاجه، انتوا جايين تقبضوا عليا وانا اصلا ما عملتش حاجه. ولكن دول ما بيسمعولوش الكلام وبيقولوا له هنعد لحد 3 لو ما سلمتش نفسك براحتك. بيقول لهم انتوا بقى اللي براحتهم. بقول فينوم بياخد شكله وبينزل دغدغه في الحراس وبيرموا عليه كنابل، ولكن على مين؟ ده المكان كله بيتملى دخان. بياخد واحد ورا التاني، بيكون في قناص هينشل على فينوم، ولكن فينوم بيديله جندي بيجيب اجالهم الاتنين، وبيكون خلاص ده اخر جندي في ايده وهيخلص عليه. ولكن بتوصل حبيبته اني وبيتراجع عن اللي في دماغه في اخر لحظه، وبيطلع يجري وراها وبيقول لها استني يا دي انا ايدي، انت بقى مش واخده بالك. وعليه بتبص كده وبتبقى خايفه منه. بتقول لها يا ستي ما تخافيش، انا في طفيل مسيطر عليا غريب مش عارف اعمل ايه. بتقول له خلاص نروح على الدكتور مروان دلوقتي. بيقول لها يلا بينا. تاخده في العربيه وبروح عند مروان بيقول له انت حالتك بقت مزريه، حالتك حاليا بقت متدمره، قلبك حرفيا بقى متدمر، والظاهر ان الطفيل اللي عايش جواك ده بيتغذى على قلبك كل يوم ورا يوم، لازم نطلعه منه. فبيمسكوا فينوم وبيقول له ده انا اللي هطلعك واخلص عليك دلوقتي. ولكن بتلحقوا يعني وبتشغل مكبرات الصرفه، بينفصلوا هما الاتنين عن بعض. بيتحبس فينوم وبيطلع عادي، وبيبص عادي لفينوم وهو متعصب وبيقول له هو ده كلامنا، هو ده كلامنا انك خايف عليا وبتحافظ عليا، كل يوم بتاخد من قلبي وانا مش واخد بالي. بيسيبه هو منزعج منه وبيطلع بره، ولكن بياخد له بطلقه منوم من حراس دون وبياخدوه بيروحوا على المنظمه بتاعتهم. اول ما بيوصلوا هناك بيجوا دون وبيقول له ليه يا فينوم ما ساعدتناش وجيت لنا على طول، خلاص الصاروخ اكتمل وعايزين نطلع الفضاء ويجيبوا جيش السمبوهات. بقول له ايه ده يا عم سمبوهات مين وفينوم مين، انا فينوم مش معايا. بيتعصب عليه وبنعرف ان دوم بقى معاه واحد اسمه بوكر، وبيقول له بوكر انت عارف انت ايه بكلامك ده، خلاص ما عادش ليك لازمه، خدوه اعملوا فيه اللي انت عايزينه. تعال نرجع بقى السيكا لورا عشان نعرف ازاي اصلا دوم بقى معاه واحد كمان زي ايدي. نرجع وبنلاقي دون كان خشش المختبر بتاعه ومش لاقي اي حد فيه. بيقول في حد هنا طب حد هناك، بيطلع له بنت صغيره وبدون اي كلام بتنتقل ليه على طول، ويبقى كده ايه دوم بقى معاه واحد كمان. بنرجع بقى للاحداث بتاعتنا، وكانوا الحراس ممشيين ايدي في الغابه وبيقول لهم هو انتوا هتفضلوا ماشيين لحد ما اموت؟ لو عايزين تخلصوا عليها خلاص انا مش فارقه معايا. ولكن ده بيبقى عايز يطلع عينه شويه قبل ما يموته، عشان ده طلع عينه قبل ما يمسكه. فبطلنا بيحاول ان ياخد منه السلاح، ولكن التاني بيخبطه رجل بيرقده على الارض. بيلاحظ ايد ان في حاجه غريبه، في حراس واحد ورا التاني بيتشالوا من ورا. فبيلهي بقى القائد بتاعهم وبيقول له تعرف انك جامد فشخله، على العضله عندك بتطلع منين، من هنا ولا من هنا؟ لحد ما بيوصل فينوم وبيخلص على خير وبيتنقل لصاحبنا ايده، وبيبقى مستغرب ايده ان حبيبته اني هي بقى اللي فيها فينوم. تعال نرجع برضو سيكا للاحداث لورا عشان نفهم ازاي اصلا فينوم دخل لاني. بنشوفهم بقى وهم كانوا حابسين فينوم، ولكن فينوم كان طلع واتنقل لكلب، واني وهي ماشيه بتلاقي كلب بيبص لها بطريقه غريبه، وبنعرف ان فينوم كان مسيطر على الكلب واتنقل من الكلب لحبيبته اني. نرجع بقى للاحداث بتاعتنا. فينوم بيقول له حرفيا احنا ما قدامناش وقت، كلها دقايق معدوده وهيوصل جيش السمبوهات للارض، وساعتها الارض هتندمر وانا هتدمر انا وانت كمان، عشان كده لازم نوقف بكره قبل ما يحصل اي حاجه. بتقول لهم انا جايه معاكم عشان اساعدكم، ولكن ده ما بيعبرهاش وبياخد صاحبنا ادي وبيروح عشان يوقف بوكر. وبيقول له فينوم تعرف يا ده انا بحبك ليه؟ بيقول له ليه؟ بيقول له لان انا كنت فاشل زيك في الكوكب بتاعي، ما كانش حد اصلا بيحبني ولا حد طيب، فين اول ما جيت الكوكب ده لقيتك نفس مشكلتي، لقيتك فاشل زيي، فقلت احنا الاتنين نتحدوا مع بعض
نغير مجرى هذا العالم، نغير مصير هذا العالم المحتوم. فايدي بيقول له عشان كده يعني انت كنت فاشل اهو. بيقول له ما انت مفكر يا حبيبي. بيقول له طب انا عايز اسالك سؤال بقى، انا عايز اعرف انت نسبة فوزك قدام بوكر ده كام؟ بيقول له 0%. انت عارف ده قائد اصلا السمبوهات، هو اللي كان جايبنا من هنا وهو اللي كان مرشدنا. بيقول له روح الله يطمنك زي ما طمنت يا قلبي. وروح عند بوكر وهو قاعد يكسر في الحاجات اللي حواليه. خلاص الصاروخ بقى دلوقتي بقى قدامه 5 دقايق وينطلق، مش عايز خطته تفشل. بيطلع بقى بره عشان يروح يركب الصاروخ وينطلق للفضاء ويجيب جيش السمبوهات ويغزو كوكب الارض. ولكن هو الطاير كده اللي رايح للصاروخ بيطلع له مره واحده فينوم وبيديله ضربه بترجعه الارض. بيقول له بوكر انت مفكر انك هتعرف تقضي عليا؟ بيجهز المرزبه بتاعته. ومن الناحيه التانيه الشطور ولا مش عارف ايه ده عزيمه الشاهد بينزل دغدغه على فينوم يكاد يصد الضربات بالعافيه، مش عارف يعمل ايه. فرق اصلا ما بينهم كبير. فينوم يا دوبك بس قاعد يصد الضربات اللي بتيجي من بوكر. بوكر بيقول له ده انا مش هرحمك النهارده، مش هعتاك يلا. بينزل في ضرب بيطلع له الشوك من تحت الارض. ولكن فينوم برضك مش سهل يا جدعان، بيديله واحده بيطيره. ايوه لان المضيف بتاع فينوم اللي هو الانسان ايدي اقوى من المضيف بتاع بوكر. بيقول له حتى لو المضيف بتاعك اقوى انا هوريك انا هعمل فيك ايه. بينزل دغدغه هما الاتنين في بعض. ولكن في الاخر فينوم مره واحده بيمسكه وبيبقى خلاص هيخلص عليه. ولكن بوكر مش سهل برضك، بيطلع سنون حاده من جسمه بتدمر فينوم. فينوم بعدش قادر يعمل حاجه. بيروح بوكر لفينوم وبيمسكه وبيشيله عن ايدي. بيبقى خلاص فاضل سنه وهيلتهم. ولكن ايدي بيمد ايده وبيرجع تاني فينوم وبيديله احلى بوكس على وشه. ولكن ده برضه بوكر رئيس السمبوهات بيمسكه وبيحبس ايدي وفينوم جوه جسمه وبيروح عشان يكمل صعوده للصاروخ ومحدش يبوظ خطته. ولكن بقى بنروح لحبيبتنا اني وهي بتشغل مكبرات الصوت. فينوم وبوكر انفصلوا عن بعض، وادي ودون كانوا بيقعوا تحت. ادي ودون كانوا مع بعض، اما فينوم وبوكر مش عارفين هم راح فين. ادي بيمسك دون وبينزل فيه تخبيط لحد ما بينزله تحت ولسه هيدير وشه وهيمشي. للاسف شيء اخترق جسمه بالكامل، وده بيكون بوكر ودون هما الاتنين رجعوا تاني لبعض. وبيكونوا بقى سايبين ادي مغمى عليه في الارض مش قادر يتحرك. خلاص دي نهايتك يا صاحبي. وبطلنا بيكون في انفاسه الاخيره. ولكن فينوم بيقرب منه وبيشفيه من جروحه وبيقول له احنا ما قدامناش وقت، يا اما دلوقتي يا اما مفيش خالص بعدين. بيقول له تمام طب يلا بينا. بيروح بقى عند بقى بوكر وبوكر بيخش الصاروخ. ولكن فينوم بيلحقه وبيقول له بقى بسلم لي على الشهداء اللي معاه. وبيطلع الخنجر اللي كان مرشوق فيه وبيشق الوقود بتاع الصاروخ وهو من بوكر بيبص له بيقول له ايها الخاين لجنسك. ولكن ده بينفجر الصاروخ. وللاسف فينوم عشان يحمي ايدي من الانفجار ده بيموت معاه. ونروحوا بقى ليوم صباح مشرق حيث الشمس تسطع في كل مكان. بيلا صاحبنا ايدي وحبيبته انا قاعدين الاتنين مع بعض قاعدين يتكلموا في حاجات تافهه وملهاش لازمه. بتقول له اني ليدي انا عارفه انك زعلان عشان فينوم ضحى بحياته عشانك، وانا عارفه برضك شعور لما يكون معاك قوه حلوه. ولا ما انت جربت كده، ما فينوم كان جواك يعني. ولا خلاص ما تشغليش بالك بالحاجات ديت وروح على شغلك عشان ما تتاخرش وانا بقى هتمشى شويه. هو بيتمشى بيقول له فينوم على الطلبات انت ممثل عالمي. وبنعرف كده عزيزي المشاهد بقى ان فينوم لسه برضك حي وما ماتش ولا حاجه. بيقول له فينوم بقول لك ايه انا بدات احس ان كبدتك دي شهيه وهلتهمها. بقول له لا اياك. بقول له يا عم طب انا جعان اكل ايه طيب. بقول له بص يا صاحبي احنا نحط شرطين في بدايه حياتنا الجديده. اول شرط وهو انك مش هتتغذى على اي انسان ولا تاكل اي انسان. بقول له معيش ازاي. بقول له تاني شرط بقى انك انت هتاكل الاشرار ازاي. بقول له طب وانا اكلهم ازاي. بقول له انا هوريك دلوقتي المكان فيه اشرار. وراح سوبر ماركت كده وبيسلم على ارس اللي موجوده فيه اللي هي الكاشير وفي نفس الوقت صاحبه السوبر ماركت. وبيبقى مستخبى ورا لحد ما وصل المجرم وبيقول لها هات الفلوس ولا هخلص عليك حالا. وهي بتقول له مش هينفع كل مره كده، مش عارف اجمع اي فلوس منك يا اخي، انت كل يوم بتيجي تعدي عليا وبتاخد مني الفلوس. بقول لها يلا مفيش وقت. وطبعا ايدي بيقول فينوم على طول بياخد شكله وبيروح يمسك الحرام وبقول له تعرف اكتر حاجه بكرهها ايه. بقول له يا ايه بالله عليك يا عم سيبني ما عدتش هاجي هنا تاني ولا عايز اشوفك ولا عايز اشوف السوبر ماركت. بيقول له لا حبيبي اكتر حاجه بكرهها هي الانسان الحرامي ان الشال النصاب وده كله. اما تاني حاجه بقى فانت جيت في الوقت المناسب. يلا وبيلتهمه وبيرجع تاني لشكله وبيقول لها ايدي معلش بقى يا ارسل لان انا اصلا في طفيل غريب مش عارف ايه اللي بيحصل. هو بيسيبها وبيطلع بره وبينهم كل شويه زعما اقول له انا طفيلي يا كائن يا باشا انا طفيلي. بقول له ايه ده يا عم ما تزعلش بس ده حاجه اعبر بقى للناس عشان يفهموا. بقول له برضه طفيلي اعتذر. وبيكون هنا يا اخوات المشاهدين وصلنا لنهايه حلقتنا. اتمنى ان تكون عجبتك الحلقه واستمتعت بالمشاهده، فحط لايك يعني واشتراك وكومنت جميل يشجعنا وخلينا
بقى نقول لك كل حب، سلام.